أهلا بكم. ابتداء من زوال اليوم ستهم تساقطات مطرية وثلجية عددا من مناطق المملكة، ومديرية الأرصاد تتوقع نزول أمطار بأقصى الشمال الغربي بالريف وأيضا بالواجهة المتوسطية بالسايس وبالأطلس، وأمطار متفرقة محتملة بالسواحل بين الجديدة وأكادير، وبعد التساقطات الثلجية منتظرة بالأطلس الكبير، وستهب رياح قوية بالشمال بالريف بالواجهة المتوسطية وأيضا بالأطلس. وخلال الليل ستنزل أمطار وزخات قوية بالريف وأيضا بالواجهة المتوسطية وبمنطقة الشرق، أيضا بالأطلس وبداخل الغرب، والتبروري متوقع بالشمال، وتساقطات ثلجية بالمرتفعات فوق 1300 متر. غدا صباحا الجو سيكون ماطر بالأطلس بالسايس بمنطقة الشرق وأيضا بالسواحل الشمالية، وتساقطات ثلجية متواصلة دائما بالقمم فوق 1300 متر، وبعد تساقطات مطرية مرتقبة بالسواحل بين طنطان وأسفي، ورياح قوية مستمرة بالواجهة المتوسطية وأيضا بمنطقة الشرق بالأطلس ووسط البلاد. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 6 درجات بفران، 18 بوجدة، 20 بالراشدية ورزازات، و24 درجة متوقعة بمدينة العيون. غدا خلال الصباح ستسجل 0 درجة بإفران، 8 بنملل، 4 بوجدة، و10 درجات بالعاصمة الرباط وأيضا بالدار البيضاء. يوم الأحد أمطار ضعيفة مرتقبة شمال الجديدة، كذلك بالريف بالسايس وبالواجهة المتوسطية، وتساقطات ثلجية متوقعة بالأطلس المتوسط. يوم الاثنين أمطار منتظرة بطنجة أيضا بالريف الغربي، وسيكون الطقس مستقر بباقي المناطق. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفل القمر بمدينة الدار البيضاء. أعلن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حصول مشروع مصالح خدمات الطاقة والمناخ على تمويل بقيمة تصل إلى 35 مليون درهم مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. المشروع الذي تم انتقاؤه من بين حوالي 1000 مشروع مقدمة من بلدان البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط للحصول على المنحة، يروم خلق 8 مصالح محلية تعنى بالطاقة والمناخ موزعة على عمالتي وأقاليم الجهة، وكذا وضع شبكة مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون، بالإضافة إلى تكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل المتعلق بالمهن الخضراء. بهذه نشرة الطقس كنت في حفظ الله ورعايته.